مركز تفسير للدراسات القرآنية. يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم أضواء القرآن. تحدثنا في الحلقة الماضية عن نزول القرآن الكريم، وتناولنا عددا من المسائل المتعلقة بنزول القرآن الكريم. واليوم بإذن الله تعالى سوف يكون حديثنا عن أسباب نزول القرآن الكريم، وعن بعض الشبهات المثارة حول أسباب النزول والجواب الصحيح عن هذه الشبهات. يسعدني باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أن نرحب بضيفي الكريمين في هذا اللقاء، فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن ناصر الدريبي، أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة الملك سعود، وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان. حياكم الله دكتور عيسى. حياك الله دكتور عبد الرحمن والأخوة المشاهدين والمشاهدات. كما أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن مبارك الوهبي، أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة طيبة، وكيل عمادة شؤون الطلاب بجامعة طيبة. فحياك الله دكتور فهد. حياك الله دكتور. وأهلا وسهلا بكم جميعا في هذا اللقاء. نبدأ أيها الإخوة في الحديث عن أسباب النزول قبل أن نبدأ الحوار مع ضيفينا بهذا الاستطلاع لآراء عدد من الطلاب حول مفهوم سبب النزول. ماذا يعرفون عن أسباب النزول؟ نشاهد هذا الاستطلاع ثم نعود لتعليق عليه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما هو سبب النزول؟ أسباب نزول القرآن في بعض الآيات نزلت بسبب معين، مثل الوقائع نزل بسبب القرآن، أو مثلا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشياء ينزل فيها القرآن. بعض الأشياء لا، نزلت تشريع من الله سبحانه وتعالى بدون ما يكون لها وقائع أو أسباب. سبب النزول أعتقد أنها معرفة الواقعة أو السؤال الذي نزل عقبه السورة أو الآية. حسب ما أذكر سبب النزول القرآن يعني نزل إما جوابا على السؤال أو بعد وقوع الحادثة، وكان أحيانا ينزل يعني مباشرة بعد الحادثة أو بعد السؤال أو بعد الفترة. يعني سبب النزول هي حادثة تروى وتكون ملاصقة للآية، تذكر أو تفسر الآية أو سبب النزول أو سبب الحكم اللي نزلت لها الآية. ممكن هذا هو سبب النزول. سبب النزول هو يعني يأتي بإحدى أمرين: أما أن إجابة على سؤال، يعني كمثل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، أو يستفتونك في الكلالة، أو بعد وقوع حادثة معينة مثل حادثة الإفك بفترة معينة كذلك، إما تنزل في وقت وقوع الحادثة نفسها أو تأتي بعد وقوع الحادثة بفترة معينة، وقت معين كان. هل كلما قال الصحابي نزلت في كذا يدل على أنه يعني سبب النزول؟ هذا السؤال يتعلق بالصيغ التي يرد بها سبب النزول. فالصيغ التي يرد بها سبب النزول حقيقة نستطيع أن نقسم إلى قسمين. هناك صيغ صريحة تدل على أن هذه الآية نزلت بصورة قطعية لهذا السبب. من هذه الصيغ يعني قول الصحابي سبب نزول هذه الآية، فقول سبب نزول هذه الآية هذه صيغة صريحة. وكذلك قول مثلا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت آية كذا وكذا، فهذه أيضا صيغة صريحة. أو يذكر حادثة ثم يعقب عليها بفاء التعقيب، حدث كذا كذا فنزلت الآية، فهذه من الصيغ الصريحة. وهناك صيغ أيضا محتملة تحتمل سبب النزول، تحتمل كذلك تفسير الآية. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن تحتمل يعني قول الصحابي نزلت الآية في كذا،
قال شيخ الإسلام يحتمل قول الصحابي نزلت آية في كذا، تحتمل أنها سبب للنزول، وتحتمل كذلك التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس كل ما قاله الصحابي أن الآية نزلت في كذا تدل على أن الصحيحة نزلت في هذه السبب، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي السائل يسأله عن سبب معين وقد كانت الآية موجودة من قبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفتيه بهذه الآية وهو لا يعرف على أن الآية قد نزلت قبله، إذن فيظن على أن هذه الآية نزلت بسبب سؤاله. ما فائدة معرفة سبب النزول؟ فائدة سبب النزول معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة الحكم الشرعي، مثلا معرفة أن القرآن كان ينزل تبعا للأحداث أو الأحداث الإسلامية في العصر النبوي. يمكن هذا هو أبرز الأشياء. معرفة أسباب النزول تعين أحيانا على حفظ القرآن، إذا عرفت سبب النزول تعينك على حفظ القرآن. كذلك معرفة الحكمة من التشريع، لماذا شرع، معرفة سبب النزول. نعم، معرفة سبب النزول، معرفة السبب تورث معرفة المسبب، بالتالي فهم الآيات أكثر. يعني عندما يكون عندي خلفية عن سبب النزول أبى أفهم الآية أكثر. نستطيع نستنبط ونقول أنها تأتي استجابة للسائل وإقناعه في سؤاله، هذا أول شيء. ثاني شيء تأتي تعليقا على هذا الاستطلاع الذي تم يعني تسجيله مع عدد من الطلاب حول معرفة سبب النزول، ما المقصود بسبب النزول؟ نبدأ معك دكتور عيسى، تعليق على هذا الاستطلاع دكتور عيسى، ونحن نحرص على مثل هذه الاستطلاعات حتى تعرف مدى معرفة أوساط الناس لمثل هذه الموضوعات التي نطرحها في حلقاتنا. فنبدأ بتعريف معنى سبب النزول للإخوة المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. بداية أسأل الله أن يبارك في هذا اللقاء وأن يسددنا فيما نقول، وأشكر لك الدكتور عبد الرحمن ولمركز تفسير هذا البرنامج الذي أسأل الله أن ينفع به. اللهم آمين. الاستطلاع الذي تفضلت من البداية به حقيقة هو مشجع فيما سمعناه من أقوال الأخوة الذين استطلعت آرائهم، أن هنالك حد لا بأس به من المعرفة في علوم القرآن الكريم بجملة، أو في موضوعنا الذي سنتحدث فيه هذه الليلة وهو أسباب النزول. فذكروا بعض الإخوة فيما سمعت التعريف الشائع في تعريف سبب النزول، ومن خلال ما سمعنا أيضا من استطلاع ذكروا أن يعني أغلبهم يعرف أركان أسباب النزول إن صح التعبير، وهناك حادثة أو شيء يقع أو يسأل عنه أو قول يكون سببا في نزول آية من الآيات. فهذا المفهوم بعمومه يجعل الإنسان يطمئن نوعا ما أن هنالك إلمام جيد بمثل هذا الموضوع. أو ربما الاستطلاع الذي كان موجه لمجموعة من طلبة العلم وطلبة الجامعة، لا بالعكس، هي عينات عشوائية كانت. نعم. تعريف سبب النزول عند علماء علوم القرآن الكريم تختلف عباراتهم، لكن أركانه ممكن نجعل لها هناك ركنان رئيسيا، أو نجعل لها ركنان رئيسيا. التعريف الموجود في كتب علوم القرآن: ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه، وبعضهم يضيف كحادثة أو سؤال. وهنالك من يعبر بتعبير آخر فيقول ما نزلت الآية أو الآيات تتحدث عنه أو تبينه أو تبين حكمه أيام وقوعه. فعندنا أركان رئيسة لهذا التعريف، وأن هنالك سببا، هذا السبب قد يكون سؤالا يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض الأخوة في الاستطلاع أن السؤال قد يكون عن شيء ماضي، قد يكون عن شيء يعني حاضر، أو حادثة تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أمر يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتنزل آية من الآيات أو مجموعة من الآيات تعالج هذا الحدث أو تجيب عن هذا التساؤل. وهذا هو الركن الثاني. الركن الثالث، وكثير من الذين كتبوا في علوم القرآن الكريم يقولون به، وهو وقت نزول القرآن الكريم، وقت وقوعه كما يعبر بعض العلماء عنه،
أو وقت نزوله كما يعبر بعض العلماء الآخرين. وهذا الضابط الثالث أو هذا الركن الثالث فيه نقاش ممكن يعني يثار الحديث حوله أثناء الحلقة. نعم. جميل. إذا نحن نقول إذا تعريف سبب النزول هو ما نزل القرآن بشأنه وقت وقوعه نزوله، فلا تدخل الحوادث التي سبقت البعثة. أي نعم. هذا القيد ذكره العلماء لإخراج الحوادث التي كانت قبل نزول القرآن الكريم، وأوضح مثال لها وهو ما ذكره الإمام الواحدي صاحب أسباب النزول، قصة أصحاب الفيل. أيوة. على هذا التعريف هذه القصة تخرج من أسباب النزول. لماذا؟ لأنها كانت قبل نزول القرآن الكريم، لم تكن في وقت تنزل القرآن الكريم، يعني وقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ربما. نعم. فهي ليس يعني على هذا التعريف، العلماء الذين يقولون بهذا التعريف يرون أن هذه سورة الفيل لم تنزل بسبب حادثة الفيل، وبهذا يعني كل قصص الأنبياء السابقين أيضا التي وردت في القرآن الكريم يمكن إخراجها بهذا القيد. وإن كان الإمام الواحدي رحمه الله في سبب النزول ذكر هذا الأمر، ذكر أن سبب نزول سورة الفيل هو قصة أصحاب الفيل. وهناك كمان معاصرين من العلماء الباحثين ربما يأتي الحديث عنه يفصلون في هذا الأمر، في يعني يستثنون هذا القيد. جميل. نعم. لكن الشائع الغالب عند علماء علوم القرآن الكريم أن هذه الأركان الثلاثة هي أركان تعريف سبب النزول. جميل. طيب لعلنا ننقل الحديث للدكتور فهد حول موضوع تعريف سبب النزول الذي ذكره الدكتور عيسى الآن. ما نزل القرآن الكريم بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال. هل آيات القرآن برأيك يعني عندما يستمع الإخوة المشاهدون الآن، هل القرآن الكريم كله كان له أسباب نزول مباشرة بهذه الطريقة ولا يمكن تقسيمها إلى أقسام؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، الحديث في سبب النزول لا شك أنه حديث لا يزال بكر حتى الآن. هذه التعريفات المذكورة في كتب علوم القرآن المتأخرة خصوصا بحاجة إلى نقد وبحاجة إلى دراسة. تعريف سبب النزول مبني على كلمة السبب اللغوية. السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى شيء، والسابقون العلماء من الصحابة والتابعين كانوا يعبرون بألفاظ توصل إلى فهم معنى الآية، سواء كان هذا سبب لنزول الآية أو كان تفسيرا للآية أو كان ذكرا لقصة الآية أو كان تنزيل للآية على الواقع. يعني الألفاظ الواردة عن الصحابة والتابعين لم تكن مختصة بالسبب النزول المباشر. المتقدمون عموما يعني من الكتاب لم يكن لديهم تعريف، ولم يكن يسمون هذا سبب نزول، ما كانوا يسمون أن هذا سبب نزول. لما جاء المتأخرون وقالوا سبب النزول هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه، حدثت هناك إشكاليات في علوم القرآن. الإشكالية الأولى أنهم جاءوا وقالوا هذا التعريف ما هي الألفاظ التي تدل على هذا التعريف، فأدخلوا الألفاظ السابقة. لما يقول الصحابي مثلا حدث كذا فأنزل الله كذا، أو لما يقول نزلت هذه الآية في فلان، يعتبرون أن هذه ألفاظ تدل على سبب النزول. وأي سبب نزول يريدون؟ السبب الذي في أذهانهم، وهو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه، يعني المباشر، السبب المباشر. ثم ينبني على ذلك يقولون أن الصحابي قد يكون وهم، أو يكون التابعي وهم في نسبة هذا السبب لهذه الآية. وفي الحقيقة أن الصحابة والتابعين لم يكن سبب النزول عندهم مثل ما هو موجود عندنا، وإنما كانوا يقصدون بأسباب النزول حالات معينة. أولى الحالات أن يفسروا الآية بما ذكروا، فيجعلون هذا السبب الذي ذكروه وقالوا أنزلت الآية في فلان، يعني هذا تفسير للآية. وهناك أمثلة كثيرة إن شاء الله سأذكرها في خلال الحلقة. القضية الثانية أن يذكرون قصة الآية، مثل قصة الفيل مثلا، قصة موسى عليه السلام لما قال بني إسرائيل أنه آدر مثلا، وذكروها لا تكونوا كالذين آذوا موسى، ذكروها على أنها سبب لنزول الآية. هم لا يقصدون أنه سبب لأجله، لكن يذكرون أن هذه قصة الآية. أيضا الثالث عندهم أنهم يستدلون بالآية على معنى معين، فيقولون أنزلت الآية في كذا. هذا ليس المراد أنه سبب نزول مباشر، يقصد فيه استدلال، وهذا استدلال يعني متاح يعني أن هذه القصة تدخل في معنى الآية، أن هذا المعنى المستنبط من هذه الآية يدخل فيها. جميل. الرابع أن ينزلوا الآية على الواقع، مثل ما يقولون هذه الآية نزلت في الخوارج، هذه الآية نزلت في القدرية، هذه الآية نزلت في كذا. هم لا يقصدون أنها نزلت يعني سبب، وإنما يقصدون تنزيل الآية على الواقع.
الحالة الأخيرة التي كان السلف يقصدونها هي أسباب النزول المباشرة. ولذلك الخطأ الآن لما نأتي إلى صحابي ونقول أنه وهم في حكاية السبب، أو أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه الآية فظن أنها سبب له، هذا حقيقة لا يعني غير صحيح. أيضا مما حدث أن بعض الملاحظين من أهل الشبهات المعاصرين انتقدوا أيضا هذا الفعل من الصحابة والتابعين لما قالوا مثلا سبب هذه نزول الآية قصة الفيل. انتقد هؤلاء انتقدوا الواحد بناء على الفهم الذي هو عند المتأخرين، وهذا حقيقة ينبغي أن يوضح وأن يقال أن ما ورد من ألفاظ عن الصحابة والتابعين لا يقيد في هذا المصطلح المتأخر، وإنما يكون حالات وملابسات للنزول هي أعم من سبب النزول المعاصر. نعم. جميل جدا. وهذا يعني كلام الدكتور فهد يعني فيما فهمت منه أنه يشير إلى قضية المصطلحات وتحريرها والفرق بين مصطلحاتها عند السلف وعند المتأخرين. نعم. أحيانا تكون دلالتها عند المتقدمين أوسع من دلالتها مثل مفهوم النسخ أيضا، ولعلنا إن شاء الله نناقشه في أحد الحلقات. إذن هذا فيما يتعلق بتعريف سبب النزول، أننا نقول أن ما نزل القرآن بشأنه كحادثة أو سؤال وقت وقوعه. هذا التعريف الذي حرره السيوطي في لباب النزول أظن، أو لباب النقول في ويكون هذا يقصد به جزء مما ورد عن السلف. نعم. لكنه لا يستوعب كل ما ذكر عن السلف أو ما نقل، ولا يحاكم عليها إليه السلف. جميل جدا. هل بقي لديك دكتور شيء في التعريف؟ يعني دع تكون حلقتنا نقاش علمي نستفيد أيضا. جيد. ما تفضل بذكر الدكتور فهد جزاه الله خيرا، كلام جميل ومهم وواقعي، لكن نفرق بين قضية اصطلاحات أهل الفنون. هذا اصطلاح الآن اصطلح عليه أهل العلم، اصطلح على علماء القرآن الكريم على علم، على أحد أنواع علوم القرآن، وسموه أسباب النزول. نعم. وعرفوه بهذا القيد. هذا لا يلزم منه أننا مثل ما تفضل الدكتور فهد وأشرت أنت أيضا أكدت ذلك، أننا نحاكم السلف المصطلحات نحن. نعم. ونخطئهم بناء على هذا. نخطئهم بذلك. فنفرق بين هذا الأمرين. السلف لهم مصطلحاتهم الواسعة في قضية سبب النزول، وسيأتي الحديث عنها أنه يرد كما ذكر، أو يعني مما يطلقونه وهو شائع عندهم يريدون به التفسير. فهم يعني كان السلف في تناولهم للقرآن الكريم وتفسيره يركزون على المعنى، على بيان المعنى. جميل. وتأتي كل هذه الألفاظ المصطلحات الحديثة التي قعدها العلماء لم تكن كاصطلاحات موجودة عندهم، فيطلقون سبب النزول ويريدون به معنى أوسع من أوسع. طيب. ويطلقون مثلا أيضا النسخ ويريدون به التخصيص أحيانا، أو رفع جزء من الحكم. جميل جدا. فأنا أقول أن نفرق بين أن هذا اصطلح الآن العلماء عليه، هو اصطلاح أهل الفن. جميل. وهذا التنبيه بالمناسبة يعني يصلح معنا في أسباب النزول، وأيضا في موضوعات كثيرة من موضوعات علوم القرآن. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي فوائد معرفة أسباب النزول. ما هي الفائدة المتوخية دكتور فهد من معرفة موضوع أسباب النزول خاص لعامة الناس؟ هو طبعا الخلل في المصطلح أيضا جاء إلى الخلل في الفوائد. الفوائد التي يذكرها علماء علوم القرآن هي فوائد لسبب النزول العام وليست للسبب الخاص فقط. ولذلك أنا أذكر بعض الفوائد التي ذكرها علماء علوم القرآن. قالوا مثلا معرفة حكمة التشريع، يعني أن الله سبحانه وتعالى ساير الأحداث وساير الناس، فأنزل لكل سبب آية مثلا، وكل حادثة سؤال، وهذا يعني معروف من الشريعة الإسلامية. من الفوائد أن سبب النزول يعين على فهم الآية. جميل. يعين على فهم الآية، مثلا قول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قد يقرأ بعض الناس هذه الآية وظن أنه إذا صلى إلى المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب أن صلاته صحيحة، لكن الواقع أن هذه الآية نزلت لما اجتهد بعض الصحابة وأخطأوا في القبلة أن صلاتهم صحيحة، وهذا هو الحكم المستنبط من هذه الآية بناء على السبب. جميل. يعني لولا معرفة السبب ما فهمت الآية على وجهها. ما فهمت. كذلك يقع هذا من كبار القوم. مروان بن الحكم أحد أمراء المدينة لما قرأ قول الله عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قال لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. يعني كلنا معذبين إذا كنا نفرح، كلنا نفرح بما فبين له ابن عباس أن هذا في أهل الكتاب لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فأخفوه ثم أجابوه بإجابة غير صحيحة وحبوا أن يفرحوا بهذا العمل. جميل. من الفوائد دفع توهم الحصر في الآية. يعني قد تأتي آية تحصر محرمات في هذه الآية، وقد يظن الظان الذي يسمع هذه الآية أن هذا هو كل المحرمات،
مثل ما جاء قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. يظن بعض الناس أن هذه المحرمات. السنة أيضا حرمت كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. كيف يفهم هذه؟ تفهم هذه الآية أنها جاءت كأنها تقول للمشركين: أنتم تحللون ما حرم الله وتحلون ما حرم الله. هذه الآية تقول لهم: لا حرام إلا ما حرم الله، لا أجد فيما إلا هذه المحرمات، ليس من باب الحصر الحقيقي وإنما من باب الرد على أولئك، فيفهم بالسبب الآية. جميل. أستاذنك دكتور، سنكمل الفوائد إن شاء الله، لكن أستاذنك معنا مداخلة هاتفية من الدكتور عمر فلاتة، الأستاذ بالمسجد النبوي. حياكم الله يا شيخ عمر. يا مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. وأنتم كذلك. نحن نتحدث يا شيخ عمر حول أسباب نزول القرآن الكريم وبعض القضايا والمسائل المتعلقة بها. نريد أن يعني لعلك تشير إلى نقطة مهمة، وهي أولا طريق معرفة سبب النزول. ما هي الطريق إلى معرفة أسباب نزول القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الحقيقة يعني علماء التفسير وعلماء علوم القرآن حددوا الطريقة التي يعرف بها أسباب النزول، إنها لابد أن تكون عن طريق السمع، فيعرف من خلال الأحاديث الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم، أو الأحاديث التي حضر الصحابة قصتها وأنها وقعت الواقعة المعينة، وأنزل الله سبحانه وتعالى الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ينقلون هذه الواقعة ويشيرون إلى أنه عندما حدثت هذه الواقعة نزل القرآن أو نزل جبريل أو أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فطريقها هو الطريق السمعي بالوحي يعني. جميل. ولا يدخل الاجتهاد في موضوع أسباب النزول يا دكتور عمر؟ لا، أسباب النزول ما تدخل في دائرة الاجتهاد. جميل. طيب هذا يدعو لابد أن ينص عليها. طيب هذا يدعو يا دكتور عمر إلى نقطة أخرى، وهي التابعي من التابعين إذا نقل سببا من أسباب النزول أو انفرد بذكره، هل يقال أن له يجري عليه ما يجري على قول الصحابي في أسباب النزول؟ لا، لابد هناك فرق بين ما ينقله التابعي وبين ما ينقله الصحابي. ما ينقله الصحابي يعتبر حديثا مرفوعا، لأنه يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو معاصر للنبي عليه الصلاة والسلام، فيكون حديثه متصلا مرفوعا. وأما ما ينقله التابعون فهذا يعطى حكم الحديث المرسل. أيوة. ويختلف العلماء في يعني حجية المرسل، إن كان الصحابي إن كان التابعي من التابعين الكبار فهذا يعتبر يعني حديثه يعني متصل أو يعطى حكم الاتصال، لأن غالب التابعين الكبار يروون عن الصحابة، وجهالة الصحابي لا تضر. أما إذا كان التابع صغيرا واحتمال أنه يروي عن تابع آخر فيكون الحديث فيه انقطاع، إرسال بمعنى الانقطاع. فتح الله عليك دكتور عمر على هذه الفوائد، ونحن حرصنا على سماعها منك دكتور عمر باعتبار تخصصك في الحديث النبوي. شكر الله لك. شكرا لك، جزاك الله خير. شكرا للدكتور عمر فلاتة، الأستاذ بجامعة طيبة والمدرس بالمسجد النبوي. نعود إلى موضوعنا في موضوع فوائد معرفة أسباب النزول. الدكتور فهد ذكر عدة فوائد، ذكر 3 فوائد أظن أو 4 فوائد. لعلك دكتور عيسى يعني إذا فيه إضافة في موضوع فوائد دراسة أسباب النزول حتى ننتقل إلى النقطة التي تليها. نعم، موضوع أسباب النزول بعموم، أسباب النزول بكل التفاصيل التي يذكرها العلماء في الفوائد وتعدادها وتقسيماتها مداره على بيان المعنى، بيان معنى الآية، تفسير الآية بإجمال، وكل ما ذكره أهل الفن، أقصد أهل علوم القرآن في هذه التقسيمات وأمثلتها هو من باب التقسيم العلمي، وإلا هي كلها مدارها يدور على يعني فائدتها في بيان المعنى، سواء كان في دفع إشكال، في دفع توهم، حصر،
سواء كانت في تخصيص الحكم عند من يرى تخصيص الحكم بالسبب، لكن بعموم السبب النزول مهم مؤثر بشكل كبير جدا. ولهذا العلماء يقررون هذا، الإمام دقيق العيد شيخ الإسلام ابن تيمية والواحدي وكل من كتب في علوم القرآن الكريم يقررون أن معرفة السبب مؤثر بشكل كبير في فهم المعنى. ودعني أضرب مثالا، ويعني والدكتور قد ذكر بعض الأمثلة. كلنا يقرأ قول الحق تبارك وتعالى: ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. يعني حينما يقرأ الإنسان منا في سورة البقرة هذه الآية، ما علاقة التقوى بإتيان الأبواب أو البيوت من أبوابها؟ فهذا يكشف عنه سبب النزول، وهو معرفة عادة العرب في ذلك الوقت. جميل. قد كانوا إذا حجوا لا يدخلون من أبواب المنازل، وإنما ينقبون نقبا في ظاهر البيت ويظنون ذلك من التقوى. فأنزل الله عز وجل: ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فكشفت هذه الآية عن هذا المعنى، يعني معرفة سبب النزول وضحت المعنى. وإلا لو يعني قرأها الإنسان لا يستطيع أن يفهم إلا أن يعرف عادة العرب في ذلك الوقت، وعادة العرب كشف عنه موضوع معرفة سبب النزول. معرفة سبب ويبدو لي أيضا في هذه النقطة أن أسباب النزول ليست على درجة واحدة في علاقتها بالمعنى مباشرة. نعم. يعني بعض أسباب النزول يتوقف فهم المعنى على معرفتها. نعم. لا تستطيع أن تفهم المعنى إلا إذا عرفت سبب النزول كما في هذه الآية. هذا صحيح. وبعض أسباب النزول لا يكون له أثر مباشر في معنى. يوسع دائرة المعنى. نعم. يكشف بشكل أكبر. جميل. نعم. تعليقات بس سريعة لو تكرمت دكتور فهد حول موضوع طريق معرفة سبب النزول. الدكتور عمر يعني أشار إلى هذا، وأن طريق معرفة سبب النزول هو الطريق السماعي فقط النقلي. نعم. طبعا بالنسبة لمعرفة طريق سبب النزول، إذا كنا نتكلم عن سبب النزول المباشر الذي عرفه الدكتور عيسى، وهو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه، لا شك أنه نقلي بدون شك. لكن سبب النزول العام الذي ورد عن الصحابة والتابعين يعني هو يحتمل 5 حالات ذكرتها فيما سبق. الحالة الأولى التفسير، والتفسير هنا قد يكون اجتهادي وقد يكون نقلي. أيوة. مثل ما يأتي مثلا في أمثلة كثيرة يعني وردت عن الصحابة، إذا كان في مجال نذكر بعض الأمثلة. أحسنت. هذه أيضا يعني تقودنا إلى التعبيرات عن أسباب النزول، الصيغ. لا، قبل الصيغ الحديث عن هذه قضية مهمة جدا. يعني أنت الآن عندما تقول دكتور فهد الآن إن إذا كنا نقصد بسبب النزول السبب الخاص اللي ذكر الدكتور عيسى، فهذا نقلي. لكن إذا كان أشمل ما يأتي أحيانا تعبيرات عن بعض الصحابة يكون المقصود بها التفسير. نعم، يأتي. أنا أقول إنه التعبيرات عن الصيغ. الصيغ تأتي ل5 حالات عند الصحابة. جزء منها يكون نقلي، لا يمكن أن يكون إلا نقليا. مثل إيش؟ مثل السبب النزول المباشر، ومثل ذكر القصة. أيوة. هاتان الحالتان إذا ورد عن الصحابة قضية فيها ذكر قصة لآية أو سبب نزول مباشر، هنا لابد من أن نقول أنه نقلي، لم يكن من اجتهاده، وإنما بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو بمشاهدته. أما الحالات الثلاث الأخرى، وهي حالة التفسير، أن يكون الصحابي يقصد تفسير الآية، أو أن يكون يستدل بالآية على أمر ما، أو يكون ينزل الآية على الواقع، هنا اجتهاد. جميل. هنا يقع الاجتهاد في سبب النزول بهذا المعنى العام وليس بمعنى الخاص. مثال التفسير مثلا يقول في البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أي الذنب أكبر؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. ثم قال: أيهم؟ ثم قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، إلى آخر الحديث. فقال: فأنزل الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه الآية لم تنزل بسبب هذا الحديث، وإنما هنا جمع الصحابي البراء بين هذه الآية وبين دلالتها، فتفسير هذا تفسير. أيوة. مثال الاستدلال، عائشة رضي الله عنها تقول: نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. أيوة. جميل. هذا لا يمكن أن يكون نقلي، ويمكن أن يكون اجتهاد منها. نعم. تقول أيضا عائشة: نزلت: ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مثال التنزيل على الواقع في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال المغيرة بن شعبة: نزلت في قتل عثمان.
الله. هل هذا نقلي؟ طبعا لا يمكن. لا يمكن يكون. صحيح. أيضا يقول الحسن لأن قتل عثمان كان بعد انقطاع الوحي بفترة نعم. طويلة. الحسن يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قال نزلت في علي وعثمان وطلحة والزبير. أيضا سعد بن أبي وقاص يقول الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه نزلت في الخوارج في الحرورية. محمد بن كعب القرظي يقول لما تكلم الناس في القدر نظرت فإذا هذه الآية أنزلت فيهم إن المجرمين في ضلال وسعر. محمد بن سيرين يقول ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنها يصرفون إن لم تكن هذه الآية نزلت في القدرية فإني لا أدري في من نزلت. إذن لما نقول طريق معرفة سبب النزول النقل نقصد به إما أن يكون قصة أو أن يكون علة النزول. أما بقية الألفاظ هذا يكون فيها الاجتهاد، وأكثر الألفاظ واردة في الاجتهاد وليست في النقل. نعم. جميل. وهذا استدراك رائع جدا على التعريف الشائع الموجود عند الذين يكتبون في أسباب النزول. هناك الشيخ عبد الحميد الفراهي وهو من علماء الهند المتأخرين المتوفى سنة 1349 هجرية، له رأي في دلالة مفهوم أسباب النزول يختلف مع ما ذكره الإخوة الفضلاء عن الإمام السيوطي وعن الإمام الواحدي. نستمع إلى رأي الشيخ عبد الحميد الفراهي ثم نأخذ بعض التعليقات حول كلامه ودلالته. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ليس المراد من سبب النزول ما لأجله نزل الوحي، إنما هو شأن الناس وأمرهم والحالات والواقعات التي بينها وبين ما نزل نسبة، وهذا هو معنى السبب في الصحيح من كلام العرب. ولذلك كانت القدماء يذكرون كل ما يتعلق بمضمون الآية، ولكن المتأخرين لم يفهموا منه إلا معناه المولد، فضاق عندهم فحواه، فإنهم وجدوا الصحابة والتابعين كثر اختلافهم في بيان أسباب النزول، ولا بأس به إذا كان المراد منه معناه الوسيع، ولكن المتأخرين لما وجدوهم يذكرون أمورا متباعدة في الزمان والمكان، والشيء الواحد لا يكون معلولا لعلل مختلفة، لا سيما بهذا الاختلاف المتباعد لم يمكنهم الخروج عن الإشكال إلا بأحد الطريقتين، إما بتعدد النزول، وإما بإجراء الجرح والتعديل في روايات صحيحة مسلمة. فليكن الاعتماد على أصلين، لا يعتمد إلا على رواية صحيحة، يستخرج شأن النزول من سياق الكلام ونظمه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حياكم الله أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى، وقد قرأنا جميعا وسمعنا كلام العلامة عبد الحميد الفراهي وهو من علماء الهند المتأخرين كما قلت، توفي سنة 1349 هجري. ذكر رأيا في تعريف سبب النزول لعلنا نناقشه مع ضيفنا على الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المزيني، أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة القصيم وصاحب كتاب المحرر في أسباب نزول القرآن الكريم من خلال الكتب التسعة. حياكم الله دكتور خالد. معي الدكتور خالد؟ إذن حتى يعني يتواصل معنا الدكتور خالد نناقش الموضوع مع الدكتور عيسى. الدكتور الفراهي أو الشيخ الفراهي رحمه الله في موضوعه الذي أو الكلام الذي نقلناه على الشاشة يريد أن يوسع مفهوم ودلالة أسباب النزول كما تفضلتم يعني في حديثكم واستدراكم قبل قليل، وهو أنه يقول القصر مفهوم سبب النزول عند في تعريف حتى المتقدمين كما ذكر الدكتور فهد غير مقبول. نعم. على الحوادث التي وقعت في وقت نزول الوحي فقط، وإنما يعني ينبغي تعميمه وأن يشمل أشياء تتجاوز سبب النزول المباشر. نعم. فما تعليقك ريثما يضبط معنا الاتصال؟ والعلامة الفراهي رحمه الله من العلماء المتأخرين والمحققين، كتاباته في الدراسات القرآنية معروفة حقيقة.
هو فتح بابا للمتأخرين، وكم ترك الآخر أو الأول للآخر، كم تركوا يعني تركوا خيرا كثيرا، كثير مما وربما كان حديث قبل أن تبدأ الحلقة، وهو ما شائع عند المتخصصين. جميل. كثير مما كتب في علوم القرآن الكريم وتقريراته يحتاج إلى نقاش ويحتاج إلى إعادة نظر، وجزء من الإشكالية هو التسليم بكل ما كتب من المتقدمين فينقله المتأخرون عنهم. جميل. وربما هذا جزء مما جعله يشيع عند المتخصصين بعامة وعند طلبة الشريعة، وأن أكثر من كتب في علوم القرآن الكريم من معاصرين أغلبهم كانت كتاباتهم ومذكرات لطلاب الجامعات في تخصص الدراسات القرآنية. صحيح، هذا صحيح فعلا. فكان يعني يغلب عليها أحيانا يعني عدم التفصيل الدقيق والتحقيق، ولهذا نقول أنه هنالك الآن يعني نقول خطوة جديدة لإعادة تقييم ما كتب في علوم القرآن بعموم، وهذا بين يعني أخذ جهة اليسار التام في قضية نسف كل ما سبق، وهذا غير مقبول، وبين شخص آخر يرى عدم المناقشة وأن صحيح. لكن نحن نقول أن مثل هذا المصطلح وغيره من المصطلحات تحتاج إلى النقاش، بدلالة أنه بعض ما ذكره علماء علوم القرآن الذين كتبوا في القرآن عند وضعه على المحك، عند بحث عن تطبيقات أو أمثلة لا تكاد تجد شيئا. جميل. دكتور فهد، أيضا أنت في تعريفك لسبب النزول قبل قليل واستدراكك هو أيضا يؤيد ما ذهب إليه الفراهي بدون شك. يعني الإمام الفراهي هو يؤيد هذا الفكرة. الفراهي وولي الله الدهلوي ودراز في بعض مقالاته هم يذهبون إلى هذا المذهب. جميل. وهذا المذهب مفيد للباحثين الآن الذين يستطيعون أن يبحثوا في ألفاظ السلف التي دخلت في أسباب النزول ولم تكن سبب نزول مباشر. هذه لم تجمع، يعني لم تجمع ويخرج بالفوائد منها، فوائد في تنزيلها على الواقع، الفوائد في الاستدلالات. جزء كبير مما يسمى بأسباب النزول هو مستنبطات. أيوة. وداخل في باب الاستنباط. فلو جمعت المستنبطات هذه وهذه المستنبطات قديمة من عهد الصحابة والتابعين فهي تكون فيها قوة وفيها علم، وأيضا لو درس طريق وصول الصحابة لهذا الاستنباط، أيضا تنزيلهم على الواقع اللي هو تحقيق المناط من الآية على الواقع الذي يعيشونه، هذا يحتاج إلى دراسات ودرس في بعضه. نعم. طيب يعني يمكن أن نقول دكتور فهد ولا هنا دكتور عيسى هو قضية أننا يعني يمكن نسميها ملابسات النزول مثلا، أنها أعم من سبب النزول الاصطلاحي الذي ذكرناه. نعم. يعني عندما نقول سبب النزول هو ما نزل القرآن الكريم بشأنه وقت نزوله، هذا تعريف للسبب المباشر. أما ما ذكره الفراهي وما ذكره السلف فهو أعم من هذا. لو حذفنا كلمة وقت نزوله، لو قلنا ما نزل قرآن بشأنه كحادثة أو سؤال أو قصة دخلت فيها، هذا كله سبب يسمى سبب نزول بالمعنى اللغوي، أن يؤدي إلى شيء، يؤدي إلى فهم الآية، يؤدي إلى معرفة قصة الآية، يؤدي إلى معرفة ماذا تتضمنه الآية. جميل. إذن لو حذفنا وقت، المشكلة في وقت الوقوع. لما نقول وقت وقوعه حصرناها في الأسباب المباشرة، ولما حصرناها في الأسباب المباشرة حاكمنا كلام السلف. نعم. ولما حكمنا كلام السلف خطأناهم وهذا غير واحتجنا إلى الجمع والترجيح. وفي الحقيقة في أسباب كثيرة ليس بينها خلاف، هي أمثلة للتفسير، أو هي مثلا مستنبطات من الآية، أو هي تنزيل الآية على الواقع. ليس هناك خلاف في هذه الأمثلة، وإنما يمكن جمعها مثل ما تجمع الأقوال في التفسير. جميل. التمثيل هذا. والعجيب في هذا الأمر أن شيخ الإسلام في مقدمة التفسير لما ذكر سبب النزول ذكره في أي باب؟ في الخلاف. ذكره في الخلاف الذي يظن أنه خلاف وليس بخلاف حقيقي. أيوة. خلاف التنوع. وذكره أنه مثال من الأمثلة، يعني ذكر بعض المسائل وذكرها بعض المحررين في أسباب النزول، هو ذكرها في باب الخلاف التنوع، ثم تعرض لأسباب النزول وثم خرج منها ورجع إلى الخلاف، مما يدل حتى استقرار هذا الموضوع عند المتقدمين عند المحررين مثل شيخ الإسلام أن هذه العبارات لا يقصد فيها فقط السبب المباشر. جميل. لأنه ليس كل القرآن في سبب مباشر. جميل. نكفي. هذه فكرة رائعة واتضحت للإخوة المشاهدين بإذن الله. اسمح لي دكتور عبد الرحمن، تفضل. عندك ما في تلازم بين أن يكون هذا اصطلاح لأهل الفن وبين قضية عبارات السلف في سبب النزول. يعني الفراهي له رأيه، لكن حقيقة رأي السيوطي بس طبعا رأي الزركشي، طبعا هو السيوطي هو الذي استدرك على الواحدي، ولذلك الآن الكلام كله هذا تصحيح لهذا الكلام الذي ذكره السيوطي. يعني بالمناسبة ترى كلام الفراهي الذي ذكرناه على الشاشة هو استدراك على المصطلح وليس استدراك على السيوطي نعم بالذات. يعني السيوطي يقول وقت نزوله،
وقد أخطأ الواحدي عندما أدخل قصة أصحاب الفيل في سبب نزول السورة. نعم. فالفراهي يقول لا، بالعكس هي تدخل في مفهوم النزول بصفة عامة، أنها كانت بشكل أو بآخر لها علاقة بالنزول، أنها وضحت قصة نزول هذه الآية بشكل أو بآخر حتى لو كانت متقدمة، أليس كذلك؟ نعم. أظن طيب. الأمر مرتبط بتعريف كلمة السبب في اللغة. هل هو مصطلح الأصوليون أنه ما يلزم من وجود الوجود من عدم العدم؟ لا طبعا، المفهوم اللغوي هو ما يتوصل به إلى غيره. المفهوم اللغوي نعم. ولهذا على المفهوم اللغوي رأي السيوطي حقيقة يعني له اعتباره بشكل كبير. جميل. والإمام الفراهي اجتهد في هذا الأمر وكما ذكر يعني هناك من سبقه كما الإمام ابن وحدير. جميل. طيب دعونا نأخذ قبل أن ننتقل للنقطة الأخرى اتصال معنا، الاتصال الأخ ضيف الله. تفضل يا شيخ ضيف الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك يا شيخ عبد الرحمن وضيفك الكريمين. الله يحييك، يا مرحبا بك. تفضل يا أخي العزيز. بودي أطرح 3 قضايا بشكل سريع. تفضل. الأولى فيما يتعلق بتعدد النازل ويكون السبب واحدا. أيوه. أولا بالنسبة لهذا هذه المسألة ذكرت في بعض كتب علوم القرآن. هل لهذا وجود فعلي أم هو ما اقتضته القسمة العقلية؟ جميل. الأمر الآخر، على أي هيئة يكون تعدد النازل؟ هل يكون على هيئة آيات في سورة واحدة مثلا أو في عدة سور؟ طيب. الأمر الثالث ما يتعلق بصحة ما ورد في هذا الباب، هل يصح ما ورد في هذا الباب بجميع هيئاته؟ جميل. مسألة أخرى بشكل سريع، يذكر في كتب علوم القرآن ما يتعلق باختلاف الأصوليين في هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. بعضهم قال العبرة بخصوص السبب. هل الخلاف بين الأصوليين خلاف حقيقي أو هو صوري، يعني مؤداه في النهاية واحد؟ ولماذا بين الأصوليين بالذات يا ضيف الله؟ يعني نعم. لماذا الخلاف بين الأصوليين؟ هذا أيضا وارد حتى عند الذين كتبوا في أسباب النزول. أي نعم. أيضا عندما قال العبرة بخصوص السبب، يعني من كتب في ذلك من الأصوليين أو ما ذكر في علوم القرآن، ما معنى العبرة بخصوص السبب؟ جميل. لا بعموم اللفظ. أن بعض العصريين يطرح العبرة بخصوص السبب يقصدون معنى غير ما يقصده الأصوليون. جميل جدا. إن شاء الله لعلنا بإذن الله تسمع جوابها. بارك الله فيك يا شيخ ضيف الله، شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. قبل أن نختم، يعني قبل أن يأتينا الفاصل، نريد أن نشير إلى مسألة دكتور عيسى، وهي التعبيرات عن أسباب النزول. يعني تعرضنا لها سريعا، أريد أن نركز عليها في أقل من دقيقتين. الصيغ التي ترد في كتب أسباب النزول للتعبير عن سبب النزول، ما هي هذه الصيغ؟ الذين كتبوا في علوم القرآن الكريم أيضا كتبوا أن هنالك صيغتان، صيغ صريحة وصيغ غير صريحة. الصيغ الصريحة ما ذكره، هذا نقله الإمام وذكره الإمام الزرقاني، فقال تختلف عبارات القوم في التعبير عن سبب النزول، فتارة يصرح فيها بذكر السبب فيقال سبب نزول الآية كذا، وهذه العبارة نصف الصبية لا تحتمل غيرها. وتارة لا يصرح بلفظ السبب ولكن يؤتى داخل على مادة النزول عقب سرد حادثة، أو هذه العبارة مثل تلك في الدالة السببية، ثم ذكر أمثلة. لكن حقيقة عند النظر، وهذا ذكره بعض الباحثين المعاصرين وهم الدكتور خالد المزيني في كتاب المحرر، ونحن يعني نرى يعني رأيه في تعقب الزرقاني في هذا مبني على استقراء، يقول واستقرأت، وكان رسالته في الكتب التسعة. أي نعم صحيح. وأظن أن هناك باحث دكتور جلول أيضا أكملها في غير التسعة. نعم أسباب النزول، فما وجدت هذه العبارة. فتحصل عندنا أن هنالك صيغتان رئيسيتان هما وردتا أو الواردتان في سبب النزول. الصيغة الأولى فأنزل الله أو فنزلت، والصيغة الثانية نزلت في كذا أو أنزلت في كذا. جميل. هاتان صيغتان تتكرران في أقوال السلف من الصحابة والتابعين في التعبير عن سبب النزول، ولكل واحدة منهما حكمها.
جميل. إذن يعني صيغة نزلت هذه الآية في كذا غير موجودة عن السلف. لا، سبب نزول هذه الآية، عفوا، سبب نزول هذه الآية غير موجود. هذا غير موجود. جميل. نعم. يعني معناها أن لم يستخدموا كلمة سبب. لم يستخدموها. هم يستخدمون كلمة نزلت فأنزل الله، هذا وهذا يدخل في سبب النزول. والعبارة الثانية اللي يستخدمونها وهو نزلت في كذا أو أنزلت في كذا، هذا قد يدخل في باب التفسير كما يعني. جميل جدا. نعم. وهذا الموضوع موضوع يعني القول بأن السلف تعبيراتهم كذا أو كذا يحتاج إلى استقراء قبل الحكم، أليس كذلك؟ وأنا أتوقع أن الزرقاني رحمه الله عندما ذكر هذه العبارة في كتابه ما كانت مبنية على استقراء كامل، ويعذر بذلك لأن كثير من الكتب كانت مخطوطة ترى في زمنه، فهو توقع أنه يمكن أن يقول أحد من الصحابة سبب نزول هذه الآية كذا وكذا. لكن حتى التقسيم يا دكتور، حتى التقسيم لأن هذه ألفاظ صريحة وهذه ألفاظ غير صريحة، هذا غير صحيح، لأنه لم يعني الألفاظ التي قالوا إنها ألفاظ صريحة وردت فيها أسباب غير صريحة، وهناك أمثلة كثيرة يعني لهذا. لما يقولون نزلت حدث كذا فأنزل الله كذا، ذكرت المثال السابق اللي هو أن تدعو لله ندا، ثم قال في الأخير فأنزل الله. أيوة. ذكر حادثة ثم قال فأنزل الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذا صريح الآن. أيوة. يسمونه سبب صريح، لكن في الواقع عند دراسته ليس بسبب، هو تفسير. جميل. فإذا حتى الألفاظ لا يوجد، ذكرها الدكتور خالد في كتابه، لا إن هذه الألفاظ لا يوجد لفظ نقول أنه هذا لفظ صريح وهذا لفظ غير صريح. أيوة. لكن يوجد إشارات تستطيع أن تفرق بين الصريح وغير الصريح، إشارات. أيوة. مثلا أن يرتبط نزول الآية بحدث، مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ارتبط بحدث. نعم صحيح. آية اللعان، آية الإفك. ثانيا أن يتضمن هذه الآيات التي نزلت تتضمن بيان حادثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والثالثة معاصرة النزول للسبب. بهذه الاعتبارات الثلاث نستطيع أن نقول هذا سبب مباشر. نعم. مؤشرات، لكن ألفاظ لا يمكن. القرائن. نعم. القرائن حقيقة النظر في يعني عبارات السلف، وهم الذين نقلوا هذه الأمور. يستطيع من الإنسان أن يحدد منه أن هذا السبب النزول له هو قرائن الموجودة في الآية، مثلا ذكر الدكتور. أيوة. القرائن الموجودة هي التي تجعلنا نحدد ونقطع ونجزم أن هذا هو فعلا هذه الآية نزلت بهذا السبب أو هي تفسير لها. جزاكم الله خير. أستأذنكم فاصل قصير أيها الإخوة ثم نعود إلى إكمال حوارنا بإذن الله تعالى. جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير، اللطائف القرآنية، الفوائد العلمية، أخبار الدراسات القرآنية، غريب القرآن. أرسل الرقم 1 للرقم 800-202 STC. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا مع ضيوفنا الكرام فضيلة الدكتور عيسى الدريبي وفضيلة الدكتور فهد الوهبي حول موضوع أسباب نزول القرآن الكريم وبعض الشبهات المثارة حول موضوع أسباب النزول. وقد ناقشنا في المحور الأول تعريف أسباب النزول وفائدة معرفة أسباب النزول وطريق التعرف على سبب النزول ويعني التعبيرات التي يعبر بها في كتب علوم القرآن عن أسباب النزول. قبل أن ننتقل إلى المحور الثاني نأخذ اتصال معنا الشيخ سالم الحارثي. حياكم الله شيخ سالم. الأخ سالم معنا أو لم يتصل معنا بعد؟ نناقش الآن دكتور فهد موضوع ورود أكثر من سبب نزول في الآية الواحدة. يعني آية واحدة ولكن لها أكثر من سبب نزول. وهذا ذكر الأخ ضيف الله في مداخلته قبل قليل عندما قال تعدد النازل والسبب واحد. نعم. فقال أولا هل هذا واقع فعلا أن هناك آيات نزلت أو جاء لها عدة أكثر من سبب وهي آية واحدة؟ هل هي موجودة في سورة أو في أكثر من سورة؟ ما تعليقك على هذا؟ طبعا هذا المبحث يذكره علماء علوم القرآن، ولا شك أنه يعني من حيث الأمثلة هو موجود في كتب علوم القرآن وكتب التفسير. ويمكن أن نقسم هذا الموضوع الذي هو تعدد الأسباب والنازل واحد إلى احتمالين. جميل. الاحتمال الأول أن تكون الآية نزلت عقب أسباب، يعني جاءت أسباب
متعددة ثم جاءت الآية ونزلت. وهذا له أمثلة، مثل ما رواه البخاري عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال الأشعث: في والله كان ذلك بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام: بينة ألك بينة؟ قلت لا. قال فقال اليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي؟ يعني كيف يحلف ويذهب بالمال؟ فقال: فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآيات. أيوة. هذا سبب الآن واضح في قصة عبد الله والأشعث رضي الله عنه. نفسه في البخاري في حديث آخر عن عبد الله بن أبي أوفى قال أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله، نفس الآية. أيوة. لقصة أخرى. فعندنا احتمالان الآن، أن تكون الآية نزلت مرة واحدة لهذه الأسباب. جميل. والاحتمال الآخر الذي يذكره بعض علماء من القرآن أن يكون الآية نزلت أكثر من مرة. أيوة. طبعا الأول ليس فيه إشكال أن يكون هناك أسباب ثم وتنزل الآية، لكن المشكلة أن في تعدد النزول. تعدد النزول لم يرد نص عن الصحابة والتابعين يقول أن الآية نزلت مرتين. هو تخريج عقلي لبعض المعاصرين في هذا الموضوع، وبتتبع الأمثلة. وقد تتبع الدكتور خالد في كتابه الماتع المحرر وفند كل هذه الأمثلة وذكر أنها لا تصح، وحقيقة تحريره مفيد جدا في هذا الموضوع. إذا كان المقصود تعدد أسباب ثم تنزل الآية هذا موجود. نعم. إذا كان تنزل مع كل سبب هذا غير موجود. نعم. وإن كان عقلا لا يوجد ما يمنع منه، لكن لا يوجد ما. لا، العقل لا يمنع. جميل. إذن هذا فيه إجابة لسؤال الأخ ضيف الله عندما قال على أي هيئة يتعدد النزول، هل هي في سورة واحدة أو في أكثر، وأيضا صحة ما ورد في هذا الباب، فهناك حديث صحيحة. نعم، في البخاري أو روايات صحيحة في هذه المسألة. نعود إلى مسألة مهمة جدا، وهي من أبرز المسائل المتعلقة بموضوع أسباب النزول، وهي مسألة تكرر أو مسألة عموم اللفظ وخصوص السبب. يعني هل العبرة في أسباب النزول يا دكتور عيسى بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ وهذه من المسائل المرتبطة بموضوعات أسباب النزول. سمحت لي بس في إضافة لما تفضل به الدكتور فهد الوهبي، وهو قضية تعدد النزول. كما ذكر هو أنه التطبيقات شحيحة في هذا، لكن ذكر بعض العلماء ابن حجر في تعليقه على بعض الأسباب في الفتح ذكر أسباب نزول، وقد تكون هذه أمثلة شحيحة. جميل. عند التتبع الدقيق لها قد تكون القول بأن تعدد النزول عقلا ممكن، لكن تطبيقا قليل، لكن وجد. هناك من استقرأ وقال ما يجد، لكن وجد. مثلا ذكر يعني من هذه الأمثلة التي بين يدي آية ويسألونك عن الروح. أيوة. آية الإسراء. فقد أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة ويتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: لو سألتموه. فقال بعضهم: لا تسألوا فإنه يسمعكم ما تكرهون. فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع رأسه إلى السماء، فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال: الروح من أمر ربي. وهذا كان في المدينة. أيوة. أخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قالت قريش اليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل. فقالوا: سألوه عن الروح. في مكة. نعم، في مكة. فسألوا عن الروح فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن الروح. هذان سببان الآن يتنازعان آية واحدة. نعم. اللي هي يعني وقف المفسرون بالدرجة والذين يعالجون مثل هذا الأمر قبل علماء القرآن موقف محاولة التوفيق أو محاولة إبداء الرأي في هذا الأمر. قد يكون للدكتور فهد تعليق على هذا. والله أنا أقول يعني مثل هذا المثال. قال ابن كثير. نعم. ابن كثير في تفسيره قال في تعليق على حديث ابن مسعود: هذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مدنية. أيوة. وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك المدينة، مع أن السورة كلها مكية. أيوة. في سورة الإسراء. نعم. وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه مكة قبل ذلك. جميل. هذا كلام كثير. ابن حجر يؤكد هذا الأمر.
ويقول يقول في الحافظ الفتح: ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك. أقول يعني هذا المثال وغيره، هناك أمثلة لكنها محدودة، لكن كثير من التطبيقات مثل ما تفضل الدكتور فهد عند التمحيص والتحقيق تجد أنها قد لا تثبت إما للطعن في إسناد الحديث أو لضعف فيه أو لغير ذلك. جميل جدا، فتح الله عليك. استاذنكم أخذ مداخلة هاتفية. الأخ سالم الحارثي، حياكم الله أخ سالم. الله يحييك ويبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نتناقش يا شيخ سالم في موضوع هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ ما تعليقك حول هذه النقطة؟ حياكم الله وبارك فيكم. حقيقة هذه قاعدة مهمة، أنه إذا ورد العام على سبب خاص فإن العبرة بالعموم ليست العبرة بالخصوص. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص فإن العمل على عموم اللفظ لا على خصوص السبب. لماذا؟ لأننا لو عملنا بخصوص السبب ما عدينا الدليل إلى قضايا أخرى، لكن إذا قلنا العبرة بعموم اللفظ أي شخص تحصل له قضية مثل هذه القضية يطبق عليه النص. إذا يصير الآن العبرة بعموم اللفظ وليس بالنظر إلى خصوص السبب. ومن هنا صار العلماء يستدلون على أحكام الظهار بالآيات في سورة المجادلة، لأن الآيات وردت بصيغة العموم، مع أن الظهار ما حصل إلا من شخص واحد هو أوس بن الصامت رضي الله عنه. ومع هذا قال الله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، وفي الآية التي بعدها: والذين يظاهرون من نسائهم. فهذا والله أعلم أن الله جل وعلا لما ساق حكم القصة بأسلوب عام وليس بأسلوب خاص، دل هذا على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والدليل هو أن الشريعة ليست خاصة لأحد من المكلفين، بل الشريعة عامة للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا يناسب القاعدة هذا، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن يستثنى من هذا ما إذا وجد دليل يدل على أنه ليست العبرة بعموم اللفظ إنما سينظر إلى السبب، هذا يستثنى. مثل ماذا يا شيخ سالم؟ نعم، مثل ماذا؟ نعم، إذا أردنا أن نجعلها قاعدة متكاملة نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إن وجد الدليل الذي يدل على تخصيص العموم بمثل هذه الحالة. المثال ذلك ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد في أحد أسفاره رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. انظر، ليس من البر صيغة عموم، يعني ما يمكن أن الصيام في السفر يصير من البر. كان الأصل أننا ما ننظر للسبب لكن ننظر لللفظ العام، إن أي صيام في السفر ليس من البر، لكن عندنا دليل على أننا ما نعمل بهذا العموم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما ليس ببر. فالعلماء، وعلى رأس القائمة ابن دقيق العيد في شرحه على عمدة الأحكام عند هذا الحديث ذكر أن هذا الحديث العام لا يؤخذ به على عمومه، إنما يطبق على أي حالة مثل حالة هذا الصحابي الذي تعب في السفر. فلو مثلا سافرنا وبعضنا صائم وبعضنا لم يصم، فيه من الإخوان مثل أحد الإخوة الصائمين تعب تعبا شديدا والبقية لم يكونوا يعني وجدوا مشقة فصاموا، كل هؤلاء نقول لهم لا نقول لهم ليس من البر الصيام في السفر، لا، لكن الذي تعب نقول له ليس من البر الصيام في السفر، أما الذين صاموا فصيامهم يعتبر من البر. إذا صارت قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعدة لها ما يستثنيها. فتح الله عليك يا شيخ سالم، شكرا جزيلا لهذه المداخلة القيمة، الله يفتح عليك. باسمكم جميعا نشكر الأخ سالم الحارثي الباحث الشرعي. نعود لإخواننا هنا في الاستوديو. الدكتور فهد، كنا نتحدث وكان الدكتور عيسى يعني يناقش في مسألة تعدد النازل، وأظن كنت تقرأ من كتاب قواعد التفسير للدكتور خالد السبت. يعني خالد يرى أن قد يتعدد النزول، يعني مثل آية الروح نزلت في مكة في سورة الإسراء كما في قصة إرسال قريش لمن يسأل اليهود، ونزلت في سؤال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. لكن كأني فهمت أن الرواية التي الأولى كانها في الصحيح والثانية في الترمذي. أي نعم، وهذا من أوجه الترجيح يبدو. هو الإشكالية أن حديث ابن مسعود الحديث الثاني حديث الترمذي مختلف في وصله وإرساله، يعني ليس
أيوة. لم يثبت الحديث. هذا رقم واحد. رقم اثنين، نحن عندنا مرحلة قبل مرحلة تعدد النزول، وهي كون بعض الآيات نزلت في المدينة وألحقت بسور مكية. أيوة. فلماذا نحن نصير إلى تعدد النزول مع أنه ورد آيات نزلت في المدينة وألحقت في سور مكية؟ فإذا هناك مرحلة قبل مرحلة تعدد النزول، يعني قبل القول بها. لا يصار إلى تعدد النزول إلا بدليل صحيح وصريح. هذه الأدلة المتعارضة، هذا في البخاري لا فيه إشكال، لكن الذي في الترمذي نعم في سنده إشكال، حديث مختلف في وصله وإرساله عن ابن عباس رضي الله عنه. حتى على قاعدة الذي تذكرها علم القرآن، نحن نذكر هذا للتطبيق. نعم. حتى على قاعدة التقسيمات التي تذكرها علم القرآن عند تعدد الأسباب يلجؤونهم لعدة يعني مراحل خطوات منها يعني هذه الخطوة موجودة، أن السبب الأول في الصحيحين والثاني في سنة الترمذي فيؤخذ به. نعم. جميل. ما زلنا في المحور الثاني وهو محور تعدد الأسباب وتعدد النازل وما يتعلق بها، والحديث الذي ذكره الأخ سالم قضية هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. هل من تعليق حول هذه النقطة؟ طبعا هذه المسألة دكتور، مسألة عموم اللفظ وخصوص السبب، هذه يذكرها الأصوليون في القرائن التي تصرف العام عن عمومه. يعني مثلا يقولون إذا جاء الصحابي وقال قولا يخالف الآية هل يصرف العموم؟ أيضا إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص هل هذا اللفظ يكون خاصا؟ لكن المهم في هذه القضية أن الخلاف بين من قال أنه لفظ يبقى على عمومه أو يخصص، كلهم لا يقولون أنه يخصص بالعين بالشخص. جميل. بعضهم يقول يخصص بالنوع، أو بعضهم يقولون أنه يبقى لفظ عام. أما دخول بعض الناس الآن، بعض أهل الانحراف الآن، ويقولون نحن نسير على قاعدة أن العبرة بخصوص السبب، ويريدون بهذا أن يخصصوا الشريعة في مرحلة ما. أيوة. ويسمونها بتاريخية الأحكام مثلا. وهناك نصوص للأسف يعني عنهم تبين أن مذهبهم يعني يقصد به إبطال الشريعة. يعني بعضهم يقول إن قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قد حدثت في فترات الظلام الحضاري والانحطاط العقلي. ويقول آخر يقولون والنصوص لا تفهم إلا بأسباب نزولها، فما لم يكن له سبب نزول معروف فلا يجوز تطبيقه ولا العمل به. عجيب. مع أن الشريعة يعني النصوص الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على العموم. يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاءت رجل أصاب امرأة، في حديث ابن مسعود أن رجلا أصاب امرأة، أصاب قبلة من امرأة، فأتى رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، فأنزلت وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال ألي هذه؟ قال صلى الله عليه وسلم لمن عمل بها من أمتي، مع أنها نزلت على هذا الرجل. علي بن أبي طالب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ولفاطمة رضي الله عنها ألا تصليان؟ فقال أنفسنا بيد الله إن شاء بعثنا وإن شاء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الصحابة يحتجون بالآيات على عمومها، مع أن هذه الآية لم تنزل في علي وإنما نزلت في نعم في أيضا كفار. ابن عباس لما جاءه رجل وقال سأله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أخاص أم عام؟ قال عام. طبعا هو هل يقصد أنه عام يعني عمومه، أو يقصد أنه يقطع في قدر من المال أو على عمومه بأي قدر من المال؟ لكن هذه اللفظة تريحنا في عمومها. هناك أيضا روايات أخرى كثيرة، لكن المهم أنه لا يفهم حتى عند القائلين بأن العبرة بخصوص السبب أن تخصص الأحكام بأسبابها. هم يقولون أنها تخصص بأمثلتها بمن كانت هذه حاله ويقاس عليه غيره. أيوة. وأما القائلون بأن العبرة بعموم اللفظ يقولون أنها كل الناس يدخلون باللفظ من دلالة اللفظ دخولا أوليا يعني. هذا الفرق هل يدخل باللفظ أو يدخل بالقياس، وليس هناك خلاف يعني أكثر من هذا. نعم. طبعا سوف نناقش إن شاء الله الشبهات المثارة حول هذه القاعدة عند المحور الثالث إن شاء الله، لكن لعلنا أيها الأخوة المشاهدون نعرض لكم في هذا الفاصل سؤال هذه الحلقة. اليوم تبدأ مسابقة هذا البرنامج إن شاء الله، وأرجو إن شاء الله لكم التوفيق جميعا. نشاهد جميعا ونستمع إلى سؤال هذه الحلقة ثم نكمل حديثنا بإذن الله تعالى. تضيف الله سؤال العكس. السؤال يقول اذكر مثالا على أثر جاء فيه فأنزل الله كذا ولم يعتبر من أسباب النزول. اذكر مثالا على أثر جاء فيه فأنزل الله كذا ولم يعتبر من أسباب النزول. أرسل الإجابة برسالة نصية على الرقم الذي يظهر أمامكم 0533 200 575 وعلى بريد البرنامج أضواء@tafsir.net.
والجائزة هي نسخة من كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة المكي الذي نشره مركز تفسير للدراسات القرآنية. طبعا نحن نهدف من هذه المسابقة إلى يعني تحريك وتنشيط الإخوة المشاهدين الكرام والاستفادة في نفس الوقت. نواصل حديثنا حول السؤال حول تعدد النازل. كان لك تعليق يا دكتور عيسى حول هذه النقطة؟ كأني فهمت من الأخ ضيف الله أنه سأل. أيوة. السؤال الثاني العكس، هنا قد تكون عندنا تعدد النازل ويعني السبب واحد العكس. نعم. عكس الصور التي نعم وستأتي معنا، وهي قضية أنها تنزل عدة آيات نعم بسبب نزول لسبب واحد. نعم. هل يوجد أمثلة عليها يا شيخ؟ يوجد أمثلة هذا من ذلك. نعم. ما أخرجه الإمام النسائي عن عباس قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال نعم. قالوا ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدانة. قال أنتم خير منه، فنزلت إن شانئك هو الأبتر، ونزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى قوله فلن تجد له نصيرا في سورة النساء. جميل. وهنالك أيضا مثال آخر، مثال أخرجه الإمام البخاري وأحمد ومسلم والنسائي عن مسيب قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول ذلك وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربى في سورة التوبة. وأنزل الله في أبي طالب أيضا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أمثلته قليلة لكنه موجود هذا لا إشكال فيه. يعني أن يكون سبب واحد ولكن الآيات التي نزلت فيه أكثر من آية. نعم. جميل. هناك تعليق على قضية أيضا العبرة بعموم اللفظ وخصوص السبب، وهي أكدها الدكتور فهد، هو واضحة في أن خاتمة الموضوع أن الخلاف كأنه صوري لأجل ألا يدخل أصحاب القراءات النص الحديثة، فهذا يعتبر عندهم من أهم المداخل الذي يعتبرون من أكبر أدلتهم للطعن في قضية عدم العمل بالقرآن في الواقع المعاصر. فيقولون القرآن نزل في وقت محدود أو في زمن محدود ولأسباب محدودة، فيعتبر موضوع سبب النزول عندهم أصحاب القراءات الحديثة للنص القرآني المنحرفين، أقصد القراءات المنحرفة، يعتبر موضوع سبب النزول من المستندات التي يستندون عليها، لكنها يوظفونها إن صح التعبير توظيفا يخدم هدفهم. ولهذا فيكون القرآن الكريم على قولهم في خاتمة قولهم أن القرآن نزل نص تاريخي، نزل لواقع معين بأسباب معينة، فيبقى محصورا في هذا الأسباب. جميل. وكاني فهمت من الدكتور فهد أن هناك فرق بين القول المتقدمين بأن العبرة بخصوص السبب وقول المتأخرين. نعم. يعني المتأخرين يقصدون من ورائه قصر القرآن الكريم على زمن معين، على تاريخ معين. أما المتقدمون فكانوا يتحدثون عن هل يدخل دخولا أوليا أو يدخل القياس. نعم. المتأخرون من أصحاب الاتجاهات المنحرفة. نعم. طيب ننتقل يا إخواني إلى موضوع الشبهات التي تثار حول موضوع نزول القرآن الكريم، ودعونا نشير إلى أبرز الشبهات وكيف تجيبون عنها الإخوة المشاهدين. من الشبهات التي يثيرونها ما اطلعت عليه في كتاب العشماوي محمد يوسف العشماوي ونصر حامد أبو زيد، يقول إن كل آية نزلت لسبب، كل آية من آيات القرآن الكريم نزلت لسبب. من رد على هذا دكتور عيسى باختصار؟ هل فعلا كل آية من آيات القرآن الكريم نزلت لسبب؟ هذا كلام عند التأمل اليسير يسقط، لأن نحن نعلم أن القرآن الكريم على قسمين نزوله، قسم نزل ابتداء من غير سبب وهذا هو غالب القرآن الكريم،
القسم الثاني ما نزل بسبب، وهذا محدود بدلالة حصره، بدلالة أن العلماء ألفوا مؤلفات لعله يتيسر لك يعني ذكر بعضها. أي جميل. ألفوا مؤلفات في حصر أسباب النزول كالإمام الواحدي السيوطي وابن حجر متقدمين وغيرهم من المتأخرين أيضا، كلهم ألفوا مما يدل على أنها ماذا؟ عدد محصور. جميل. فيعني لا يمكن هذا، لا يمكن، وإنما هم يريدون من هذا هو مدخل أيضا، مدخل لقضية حجر إبقاء القرآن الكريم كنص كما يقولون. أيوة. تاريخية النص، أنه نص تاريخي في وقت معين، بوقت يعني لزمن معين، ويبقى في هذا الحدود فلا يعمل به الآن. ما يمكن نقطع يد السارق الآن. أيوة. لأن هذا النص نزل في واقعة معينة وانتهت الواقع. انتهت دلالة الآية بدلالة بانتهاء هذه الأحاديث. نعم. إذا نقول هذه شبهة باطلة ويعني مردودة بأيسر طريق. أيضا من الشبهات دكتور فهد يقولون بأن القرآن أزلي موجود في اللوح المحفوظ قبل أن تقع هذه الأسباب التي نتحدث عنها. نعم. فإذا كان أزليا فما معنى الحديث عن أسباب نزول؟ يعني يقولون كان حديثا عن أسباب نزول، هذا كلام فارغ يعني ما له داعي. يقولون يتعارض، يعني كيف يكون القرآن أزلي أيوة ثم ينزل لأسباب. أيوة بالضبط. يعني هو موجود. طبعا هذه الشبهة جارية على مذهب الأشاعرة. أيوة. ومن يقول أن كلام الله عز وجل صفة ذات فقط وليست صفة فعل، يعني أنه صفة ذاتية لله جل وعلا وليست صفة فعلية. وهذا أو مذهب من يقول أن الكلام كلاما نفسيا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. لكن مذهب أهل السنة والجماعة يقولون إن كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الأحد. أيوة. فهو صفة ذات وصفة فعل في نفس الوقت. أيوة. يعني هو ذاتي لله، لا يتصور أن الله عز وجل بلا كلام، فهو مثل السمع والبصر والقوة والعزة، فهو صفة ذات له. وأيضا هي صفة فعل، يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء وقت ما يشاء ويسمع من يشاء، وهذا هو المذهب الصحيح. أيوة. فإذا نحن اعتقدنا هذا المذهب، مذهب أهل السنة والجماعة، فتنتهي المشكلة. لأننا نحن لا نقول أن كلام الله أزلي كله بمعنى أنه لم يتكلم كلاما أحاديا. جميل. لا، نقول نحن نتكلم بما شاء متى شاء. فهنا إذا جاء سبب وتكلم سبحانه وتعالى فهذا يعني لا إشكال عندنا كمذهب أهل السنة والجماعة. يعني هذه الرد على هذه الشبهة وهي مرتبطة بمذهب الأشاعرة. نعم. نأخذ اتصال معنا الأخ محمود البعداني وهو باحث في الدراسات القرآنية في مرحلة الدكتوراه. حياكم الله يا شيخ محمود. الله يحييك ويبارك فيك. أهلا ومرحبا بك. نحن نتحدث يا شيخ محمود عن الشبهة. معي الشيخ إبراهيم ولا الشيخ محمود؟ معك محمود. حياكم الله يا شيخ محمود، أهلا وسهلا بك. الله يحييك يا دكتور عبد الرحمن. الله يبارك فيك. نحن نتحدث عن الشبهات التي أثيرت حول نزول القرآن الكريم، وذكرنا يعني بعضها، ذكر بعضها الزملاء الدكتور عيسى والدكتور فهد. من الشبهات يا شيخ محمود ما ذكره شحرور عندما قال أن أسباب النزول منحصرة في الكتاب لا في القرآن. ما جوابك على هذه النقطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني لابد أن نتصور أن الدكتور محمد شحرور وهو سوري الجنسية يفرق بين الكتاب والقرآن، فيعتبر أن الكتاب شيء غير القرآن. الكتاب ما كان من الآيات المحكمة، والقرآن الآيات المتشابهة. ثم أيضا له رأي في المحكم والمتشابه، فهو يعتبر المحكمات هي الآيات الكونية والمتشابهات ما سوى ذلك، يعني ولو كان نصا صريحا يتكلم عن أحكام شرعية أو نص صريح في أمور الغيبيات كأمور الجنة والنار، فهو يعتبر هذا من قبيل المتشابهات المندرجة تحت القرآن. جميل. وهل هذا الكلام صحيح؟ لا شك أن هذا من الباطل، وما قال به أحد أصلا من أهل العلم، لا بقضية أن التفريق بين الكتاب والقرآن أولا، بل هم يعتبرونها جميعا من أسماء القرآن، من أسمائه الكتاب، الذكر، الفرقان. جميل. ومن جانب آخر تفريقه ورؤيته للمحكمات والمتشابهات، وأن المحكم هو القوانين الكونية ويعني ما يقتضيه الطبيعة، والمتشابهات ما سوى ذلك. كذلك هذا أيضا لم يقل به أحد من المتقدمين، ليس قولا مطروحا عند العلماء أصلا. يعني إذا تصورنا هذا الأمر بالنسبة للدكتور محمد شحرور، فسنتصور يعني سبب قوله بأسباب النزول، وهو في الحقيقة من خلال يعني بحث يتبين لي أن الدكتور محمد شحرور ينكر أن يكون في القرآن أسباب نزول أصلا.
عجيب. يعني من جملة كلامه يقول: زعم وجود أسباب للنزول يجرد الآيات والأحكام والقول الإلهي من مطلقيته وعموميته ويجعله مقيدا. وكذلك يقول: إن القرآن ليس له علاقة بأسباب النزول لأنه كان سيأتي سئل عنه أو لم يسأل. وهذا ظاهر أنه الإشكال عند الدكتور شحرور وأمثاله ممن يقولون مثل هذا القول هو في مفهومهم للسبب. فمفهومهم للسبب أنه ما لا بد من نزول القرآن يعني مع نزوله، وهذا كما بين المشايخ في بداية الحلقة مفهوم خاطئ. فمقصودهم بأسباب النزول مقصود أهل العلم شيء آخر غير هذا، وهو ما نزلت الآيات مصاحبة يعني له أو في أثناء أو ذكرت أثناء. أما مسألة أن سبب النزول ما لابد أن ينزل القرآن معه هو الأصل في الخطأ عندهم مثل هذا البناء. طيب عفوا يا شيخ محمود، هل ترى يعني من مثل هذه الأقوال التي يكتبها مثلا الدكتور محمود شحرور وأمثاله هي سببها الجهل بهذه العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن الكريم، فهم ليسوا من المتخصصين فيها وإنما هم يعني يشتغلون بعلوم الهندسة والطب ثم يتكلمون بمثل هذا الكلام الذي ليس له أي أصل عند المتخصصين في القرآن وعلومه؟ لا شك فعلا هذه ظاهرة ملحوظة بالنسبة لأصحاب القراءات المعاصرة، أنهم في مجملهم غير متخصصين في العلوم الشرعية، هم إما متخصصون في الفلسفة أو متخصصون في العلوم الطبيعية مثل الدكتور محمد شحرور متخصص في الهندسة الميكانيكية ومثل هذا بعيد كل البعد عن المصطلحات الشرعية وعن فهمها. ولذا في الغالب حين يكتب هؤلاء يكتبون ارتجالا يعني ولا يرجعون أصلا إلى كتب أهل العلم. جزاك الله خير يا شيخ محمود، أشكرك على هذه المداخلة الماتعة. شكرا للشيخ محمود البعداني الباحث والمتخصص في الدراسات القرآنية وعضو ملتقى أهل التفسير. نعود إلى محور الأخير معنا في هذه الحلقة يا مشايخ، وهي مسألة تاريخية القرآن يا دكتور فهد معذرة. يعني هذه من الشبهات التي تثار كثيرا ونريد نشير إليها باختصار. الزعم بأن القرآن الكريم مقتصر على زمن نزوله، نعم، والطعن يعني الزعم بأن هذه الأسباب النزول هي تؤكد أن القرآن الكريم تاريخي، يعني خلاص مقتصر على أسباب على الوقت الذي نزل فيه. ما الرد على مثل هذه الشبهات؟ طبعا مثل هذه الشبهات أولا ينبغي الإنسان أن لا يكون يعني مثل ما يقول شيخ الإسلام اسفنجة، يعني كل ما تأتي شبهة يتشربها، يكون مثل الزجاجة يعني. لكن يعني هذه الشبهات هي تصادم أصل الدين. يعني أصل الدين أن هذا الدين الإسلامي هو الدين الخاتم وسيبقى هذا الدين إلى قيام الساعة. فإذا قلنا إن الأحكام الشرعية مختصة بتاريخ معين، معنى ذلك أن الأجيال القادمة لا تحكم بهذا الدين ولا تحكم بهذا القرآن، وهذا مصادمة صريحة للدين الإسلامي. هذا رقم واحد. رقم اثنين أنهم يعتمدون على بعض الأدلة التي هي فاسدة وليست فيها يعني دلالة، مثل ما قلنا يقولون من يقول أن العبرة بخصوص السبب هو يخصص الأحكام بتاريخ معين وفي وقت معين، وهذا لا شك أنه غير صحيح، بل هو يعني كلام المتقدمين يقصدون أن هذا داخل قطعا وغيره يدخل بالقياس. والمتأخرين أصحاب القراءات المعاصرة يقولون لا، نحن نستدل بكلامهم على أن هذه الأحكام في ذلك الوقت. طيب من جاء بعدهم كيف نحكم عليه؟ كيف نعطيه الأحكام؟ هنا نجد أنهم في الحقيقة يؤدون إلى ترك الشريعة وعدم الحكم بها. نعم. جميل. فتح الله عليك يا دكتور فهد، وهذه نقطة مهمة جدا. لعلنا يعني نكون بهذا قد أتينا على أبرز الشبهات التي أثيرت حول هذا الموضوع، وكثير من الشبهات التي اطلعت عليها في موضوع النزول يعني لا تستحق أن تذكر، يعني ليس لها أي أساس لا علمي ولا يعني ينم عن معرفة، مما يدل على أن إهمالها أولى من ذكرها. أستأذنكم في اتصال هاتفي معنا الشيخ فهد الجريوي عضو ملتقى أهل التفسير لكي يطلعنا على جديد الدراسات القرآنية، وهذه فقرة أرجو إن شاء الله أن تستفيدوا منها. تفضل. حياكم الله يا شيخ فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ عبد الرحمن. أهلا وسهلا بك. أحييك وحيي الضيف الكريمين أخي الحبيب الدكتور فهد الوهبي والدكتور عيسى الدريبي. ونحن كذلك نحييك وننتظر نسمع منك الجديد، فأنت خبير بالكتب يا شيخ فهد. الله يحفظكم يا دكتور عبد الرحمن. تفضل. فيما يتعلق بهذه الفقرة بإذن الله ستكون فقرة أسبوعية وسنعرض فيها الحديث من الدراسات القرآنية بإذن الله. جميل. لكن أحب أن أشير إلى أمرين فيها قبل أن أبدأ بعرض الكتب. الأمر الأول أن هذه الفقرة ليست معنية بنقد الكتب أو تقويمها، فهذا له مجال آخر، إنما فقط الإشارة. كذلك الأمر الآخر
أن ليس عرضنا للكتب بمعنى أننا نشير بها أو أن هذا إشادة لها، لا، ولكنه عرض ثم بعد ذلك نترك الحكم للقارئ الكريم بإذن الله. جميل، تفضل. الكتاب الأول هو كتاب للدكتور صالح الرشيد، رسالة دكتوراه بعنوان المتحف في أحكام المصحف، والكتاب طبع قديما ووزعته مؤسسة الريان في عام 1424، لكن انتشاره ليس بذاك، والكتاب نفد من المكتبات، وعادته مشكورة دار المنهاج في حلة قشيبة فاخرة. وبعد المقارنة بين الطبعتين وجد أن الكتاب أعيد طبعه فقط بدون أي إضافات، فمن كانت عنده النسخة الأولى أو الطبعة الأولى فليكتفي بها. جيد. والكتاب حقيقة قيم في بابه، فيه استقراء وتتبع ومفيد ونافع في هذا الباب. ومن أراد الاستزادة في مسائل متعلقة بأحكام القرآن فهناك كتاب بعنوان فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن للدكتور أحمد ملحم من دار النفائس، كتاب جيد. وكذلك الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن للدكتور عبد العزيز الحجيلان، واختصره وطبعته دار ابن الجوزي. الكتاب الثاني آثار الإيمان باليوم الآخر من تفسير الطبري جمعا وترتيبا وتحقيقا ودراسة للدكتور سعود العقيل، وهو رسالة دكتوراه، وقد اشتمل الكتاب على 4 أبواب. الباب الأول ذكر الآثار الواردة عن السلف في الموت وأحوال البرزخ، والباب الثاني الآثار الواردة عن السلف في أشراط الساعة، والباب الثالث الآثار الواردة عن السلف في البعث وما يتعلق به، والباب الرابع الآثار الواردة عن السلف في الجنة والنار وما يتعلق بهما. والمؤلف وفقه الله قام بقراءة تفسير الإمام الطبري من أوله إلى آخره كما ذكر في مقدمته، واستخرج منه جميع الآثار المروية عن السلف مما له صلة بالموضوع الإيمان باليوم الآخر، وجمع كلام الإمام بن جرير الطبري وترجيحاته حول بعض المسائل. الكتاب الثالث هذا هو القرآن العظيم للدكتور المعروف صاحب المؤلفات الكثيرة محمد بن موسى الشريف، والكتاب حقيقة يعني لم يشتمل على جميع أبواب علوم القرآن، إنما مباحث منها وهي الأهم، وكذلك كتبه بلغة ميسورة سهلة لقصد المؤلف أن يكون هذا منهج ثقافي لطلاب حلقات التحفيظ. وذكر جملة من التراجم يعني، والكتاب ممتع ولكنه كتاب يصلح لعامة الناس ولا يعني يصلح للمتخصصين. الكتاب الرابع كتاب بعنوان هكذا عاشوا مع القرآن قصص ومواقف للدكتورة أسماء بنت راشد الرويشد، وهو امتداد لسلسلة مؤلفات يصدرها مركز تدبر للدراسات والاستشارات، والكتاب حقيقة جميل وهادف ومفيد لعامة الناس. وما دمنا تحدثنا عن مركز تدبر للدراسات فأشير إلى كتاب لطيف كذلك صدر في هذا العام من المركز، وهو بعنوان أسوار العفاف قبس من سورة النور للدكتور عصام الأويد، فهو مفيد خاصة للأخوات الكريمات. كذلك من الكتب رسل الله وأنبياؤه في القرآن الكريم جمع وترتيب عبد الله الرضيمان، وحقيقة فكرة الكتاب طريفة، حيث قام المؤلف بحصر أسماء كل نبي ورد في القرآن الكريم، وأثبت الآيات الدالة على ذلك من كل سورة، وتحته ترجمة مختصرة لكل نبي مع ذكر شيء من فضائله وما ورد في القرآن من وصفه بالرسالة أو النبوة. وبذلك مثلا لما أتى لي مثلا اسم موسى عليه السلام ذكر كم ورد اسمه بصفة النبوة، ثم ذكر كم ورد وصفه بالرسالة، وأشار المؤلف في مقدمته للفائدة من ذلك بقوله لعل من يجد مثل هذا الفرق يقوده ذلك للتفكر والاعتبار. الكتاب الأخير الدكتور عبد الرحمن بعنوان الترتيل في آيات التنزيل للدكتورة ندى مرعشلي، وقدم الكتاب شيخ قراء الشام محمد كريم راجح. وذكر الشيخ محمد وفقه الله وحفظه في تقديم الكتاب ملحوظة أو فائدة مهمة لجميع من يقتني كتب التجويد، فقال هذا الكتاب مفيد لمن قرأه بتدبر وروية، ولكنه كغيره من الكتب لا يغني عن المشافهة والتلقي من فم الشيوخ المتقنين. أختم الشيخ العزيز عبد الرحمن بكتاب يعني ندل عليه الإخوة المشاهدين جميل. في نهاية كل مشاركة، وهو كتاب تحزيب القرآن لفضيلة الدكتور عبد العزيز بن علي الحربي، وهو كتاب حقيقة قيم نافع في بابه، قد يكون أجود ما ألف في تحزيب القرآن. والكتاب اشتمل على جملة من الموضوعات الهامة المفيدة، من ذلك مثلا أحسن الطرق وأخصرها لحفظ القرآن الكريم، وكذلك 10 وصايا حفظ القرآن وتثبيته، والتفاسير المقترحة للقراءة مع التحزيب، ومن أخبار وأحوال وأقوال أهل القرآن. وكذلك يعني فكرة تحزيب القرآن، أي مثلا كيف يستطيع الإنسان يختم القرآن في 7 أيام، في 8 أيام، في نصف شهر، في شهر، وهكذا. جميل. ولذلك لما أتى عند مثلا كيف يختم نساء القرآن في 7 أو 8،
ذكر من قرأ بهذا التقسيم من السلف، ثم يضع جدول في اليوم والمقدار ويقسم الختم على ضوئه، ويبين هل هناك سر للختم بهذا الرقم، ثم يذكر فوائد كل طريقة في التحزيب وهكذا. أختم يعني شيخ العزيز بفائدة من الكتاب، والكتاب حقا مليء بالفوائد، وهذه أهديها للإخوان الذين يحفظون القرآن ويظنون أنه بالختمة الواحدة أو الاثنتين يكون الإنسان يعني قد أتقن الحفظ. فيقول وفقه الله وحفظه، يقول من طرق تثبيت القرآن عرض القرآن على حافظ، فإن كان ممن تهابه أو تستحي منه فهو أدعى للنفع وأقوم، وقد فعلت ذلك فكنت أختم القرآن كل خميس عرضا حولين كاملين في كل يوم 5 أجزاء، ولا أعرض شيئا في يوم الجمعة حتى لم أكد أخطئ بعدها ولم أكن قبلها أعد نفسي حافظا. فتح الله عليك. أنا أسأل الله أن يوفقنا وإياكم يا شيخ عبد الرحمن، ويعني هذا ما تهيأ إعداده وتيسر إراده وعان الله على قوله. شكرا جزيلا للشيخ فهد الجريوي عضو ملتقى للتفسير على هذه الفقرة الماتعة، وأرجو إن شاء الله أن نستمتع بها جميعا وإياكم أيها الأخوة المشاهدون كل أسبوع. بقي معنا وقت يسير، وهنا أسئلة في الموقع. سؤال يسأل عن أبرز الكتب التي نوصي بها في أسباب النزول، ولعلي أذكر لكم الإخوة في الإعداد جزاهم الله خير، يعني أعدوا كل الكتب والرسائل العلمية التي كتبت في أسباب النزول، وسأضعها إن شاء الله في ملتقى أهل التفسير. من الكتب التي ألفت في أسباب النزول كتاب تفصيل لأسباب التنزيل عن ميمون بن مهران، ذكر الدكتور عبد الحكيم الأنيس أنه اطلع عليه وهو مخطوط، وميمون بن مهران توفي سنة 117 الهجرية. أسباب نزول القرآن الكريم للإمام الواحدي، وهذا أشهر كتب أسباب النزول، المتوفى 468 هجرية، تحقيق الدكتور ماهر، الفحل دار الميمان، وهو كتاب قيم ولا يستغني عنه طالب العلم. الإمام الجعبري اختصر كتاب الواحدي في أسباب النزول وسماه عجائب النقول في أسباب النزول، والدكتور فهد الوهبي يقول أن اسمه بدائع أفهام الألباب في نسخ الشرائع والأحكام والأسباب. كأنك اطلعت عليه دكتور فهد يبدو لي. أيضا من الكتب القيمة في أسباب النزول العجاب في بيان الأسباب للحافظ ابن حجر العسقلاني، وهذا الكتاب من أجود كتب أسباب النزول لو اكتمل، ولكن للأسف أنه ناقص، وقد حقق الجزء الموجود منه الدكتور عبد الحكيم الأنيس وطبعته دار ابن الجوزي. أيضا من الكتب المشهورة جدا لباب النقول في أسباب النزول للحافظ السيوطي رحمه الله. ومن الكتب المعاصرة المميزة في هذا كتاب زميلنا الدكتور خالد بن سليمان المزيني، المحرر في أسباب نزول القرآن الكريم من خلال الكتب التسعة، وكان من المفترض أن يداخل معنا الدكتور خالد، لكن يبدو أن هاتفه مغلق عندما اتصل عليه الإخوة من الاستوديو. أيضا من الكتب المطبوعة الاستيعاب في بيان الأسباب للأستاذ سليم الهلالي والدكتور محمد موسى نصر، وطبعته دار ابن الجوزي. وهناك عدد من الرسائل العلمية في هذا الموضوع، أرجو إن شاء الله أن نضعها للإخوة على ملتقى أهل التفسير. يمكن في نهاية هذه الحلقة أيها الإخوة المشاهدون أن يعني أتلو عليكم ملخصا لهذه الحلقة كتبته الأخت أم أسامة جزاها الله خير. هنا تحدثنا في هذه الحلقة مع ضيوفنا الكرام عن تعريف سبب النزول، وقلنا أنه ما نزل القرآن الكريم بشأنه كحادثة أو سؤال، واستبعدنا كلمة وقت نزوله، لأننا اكتشفنا أن كلمة وقت نزوله تقيدنا وتخرج الكثير مما روي عن السلف. وأيضا ذكرنا أن نزول القرآن الكريم كما ذكر الدكتور عيسى ينقسم إلى قسمين، قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. وأشار الإخوة الضيوف إلى أن الفرق بين الإطلاقات القديمة والاصطلاح المعاصر في المراد بسبب النزول، وضرورة الانتباه إلى هذه المسألة أثناء القراءة في كتب أسباب النزول. أيضا ذكروا من فوائد سبب النزول أن من فوائده المهمة معرفة الآية أو فهم الآية على وجهها الصحيح، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وذكر المشايخ أمثلة تقرب هذه الفوائد. وأيضا تعرضنا لمسألة كيف نعرف سبب النزول، وذكر المشايخ أنه يعرف سبب النزول بواسطة الرواية والأثر عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم أيضا تعرضنا لبعض الشبهات التي تناولت هذا الموضوع، وذكرنا رأي عبد الحميد الفراهي والجواب عنه أو التعليق عليه من الإخوة المشاهدين. بقي معنا في ختام هذه الحلقة أن نشكركم جميعا، وأشكر ضيوف الكرام الدكتور عيسى بن ناصر الدريبي أستاذ الدراسات القرآنية مشارك بجامعة الملك سعود، وفضيلة الشيخ الدكتور فهد مبارك الوهبي أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة طيبة على ما تفضلوا به. كما أشكر الإخوة الذين داخلوا معنا من المشايخ الفضلاء والباحثين، وأشكر الإخوة الذين قاموا بالإعداد لهذه الحلقة في ملتقى أهل التفسير،
وفي مركز تفسير للدراسات القرآنية. وأشكركم أيضا على متابعتكم، وألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم في أطيب حال. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.